بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أصحابي، أخواتي، عيلتي الجميلة الجديدة، أصحابي الجداد اللي بتشرف بيهم وبتنور بيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بصحة وسلام وجيدة دايما إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه غدا ايه مع بعضنا. سهل جدا. شعب مصري. كل الشعب المصري بيحبه. يفضله في الأوقات الصعبة. بعمل دلوقتي تتبيلة الطماطم مع بعضنا. عاوزة أعمل الأول بوريكم دلوقتي الطماطم اللي أنا متبلاها، وريكم أنا عملتها ازاي. هي سهل طبعا، مش صعبة، بس أنا ايه بوريكم على طريقتي الخاصة علشان تشوفوا أنا بعرف أعمل ولا ايه. ويا رب كده اللي ما عمليش لايك لغاية دلوقتي ولا اشترك في قناتي ينزل يعمل لايك ويشترك في القناة. هتلاقي كلمة اشتراك، ينزل يعمل يتك عليها، يظهر جرس يتك عليه يفعله علشان يوصل له كل جديد من اللي انا بعمله. دلوقتي انا حطيت البصل، بصلتين وسط كده. انا هعمل كيلو من اللحمة المفرومة، فانا حطيت بصلتين، يعتبر وسط داخل على كبير شوية، وفلفل حار، وفي قرنين حمر. المهم حطيتهم في الكبة وهنضربهم سوا. سوري بقى، طبق التوابل اللي محطوط ده، دي انا مجهزاها علشان بتاع الحواوشي. هنشوفه الاخر دلوقتي لما نيجي نخلص. هنفرم البصل كويس. حطيت طماطمايه صغننه، وحطيت بصلتين وسط، يعني وسط داخل على كبير شويه، مش وسط صغير. وحطيت فلفل 3 قرون فلفل حار اخضر، و2 احمر. حطيتهم بفرمهم كويس وانعمهم خالص عشان ما يبانوش في اللحمه المفرومه بتاعتي. انا كنت عامله قبل كده الحواوشي معاكم بطريقتي، كنت بعمله حاطه عليه بقسماط، انه بده بطريقه مختلفه خالص، وكنت مسوياه معاكم في الجريل ومصوراه خطوه خطوه. دلوقتي انا عاملاه، بس انا ايه، تعالوا نشوف هنعمله ايه النهارده. هنعمله ازاي النهارده؟ نفرم البصل بس نعمه كويس علشان ما يبانش في اللحمه. مبحبش البصل يبقى باين في اللحمه. وبنتننا كده خلاص تمام كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين. صلوا معايا على حبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين. هننزل بالبصل، التتبيله بتاعتنا. واهم حاجه في الحواوشي ده، اهم حاجه العيش بلدي او شامي او بايت. طبعا لازم ما ينفعش عيش بايت فيه. العيش اللي هو برده ده بيبقى اجمل حاجه في الحواوشي، احلى من العيش الشامي. وفي ناس بتحب العيش الشامي، وفي ناس بتحب العيش الاسكندراني اللي هو مقرب للشامي برضك، بس بيبقى فيه ايه، مليان شويه العيش ده. كده بوريكم التوابل. انا حطيت كزبره والسبع بهارات وكمون، وحطيت عود بقدونس في الكبه. لا، ما حطيتوش في الكبه، انا هخرطه لوحده دلوقتي هوريهولكم. دلوقتي انا حطيت فلفل اسود وربع معلقه زعتر، جنزبيل وفلفل اسود بابريكا مدخنه، وسبع بهارات، وتوابل لحمه اللي هي توابل بودر. اللهم صل على النبي. انا ما عنديش توابل حواوشي، تمام. فانا ما عنديش توابل حواوشي، مش هيبقى يطلع حلو، لا هيطلع جميل. والحواوشي يعني مشطشط، الحواوشي بيبقى مشطشط، احلى حاجه فيه المشطشط. بس برضك تبقى الشطه في حدود المعقول، مش حدود ان الايه الاطفال يعرفوا ياكلوه يعني برضك، تمام. وانت بتبقى حسب الرغبه يعني، على حسب ما انت معوده اطفالك على ايه. دلوقتي بندعك اللحمه كويس كاننا بنعمل عجينه.
بنعملها كويس كده كأنها انا اللي عارفه لما بتيجي تعملي الكفته وتنها تعمل زي تنها تعمل معاكي زي خيوط كده. هي ديت احنا مستنيين نعمل فيها كده لما جت الدهن. شايفه الدهن اللي فيها، الدهون اللي فيها ظهرت ازاي، عملت زي خيوط كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا معايا على حبيبنا وشفعونا سيد الخلق اجمعين. كنت نسيت ان انا احط معلقه هريسه الشطه، حطيت معلقه هريسه الشطه وبعدين دقته على فكره وما لقيتوش برضك حراق الحرقيه اللي احنا عايزينها. رحت حاطه، ما لقيتوش حر برضك قوي، رحت حاطه مع ربع نص معلقه شطه كمان ناشفه. تمام كده. اقلب 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 كويس. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تمام كده يا جماعه. احنا قلبنا اهوت عجينه الحواوشي، قلبناها كويس في هرسة الشطه. في التوابل تاني هنقولها معلقه كبيره 7 بهارات، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه كمون، معلقه ربع معلقه جنزبيل، معلقه نص معلقه زعتر، نص معلقه مرقة دجاج، مرقة اللحمة بودر، توابل اللحمة. دلوقتي هعملها كور كده، يعني كورة بتاع 50 جرام كده بكل رغيف. بحيث اسهل على نفسي، اشيل على طول كده واحط في الايه، في الرغيف، تبقى سهلة معايا. شايفين فيها خيوط بيضة ازاي؟ عشان انا دعكتها كتير كأنها هعملها كفتة يعني. اهو كان الموضوع كفتة، مشروع كفتة، بس ايه، رجعوا في كلامهم قالوا لا خليه حواوشي. الرغيف العيش اهو بلدي خالص الجميل الصبح لسه طالع من فرنه برده. عيش برده ده بيبقى طعمه خطير قوي في الحواوشي. بوريكم القطعه اللي احنا عملناها. نعملها كويس، نوزعها كويس في الرغيف، مش لازم بقى معلقه. انت ايديكي طبعا اتعودت وبقت شاطره وتعرفوا تعملوا الحاجه من غير اي استعمال. المهم انا عملته كده وحطيته في الرغيف ووزعته كويس، واعمل بقيه الكميه اللي معايا واوريكم انا هسويه النبادي في الفرن. مش هسويه لا في الجريل ولا في الطاسة ولا على البوتاجاز، هسويه في الفرن النباتي. تمام. صلوا معايا على حبيبي وشفيعنا سيد الخلق اجمعين عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ايوه شفتوا الصاجة بتاعة الفرن، جبتها وهرص فيها الحواوشي، بس بدهنها الاول. دي معلقة ديت سمنة على زيت، وحطيتها في الميكرويف ساحت شويه، يعني هي ما كانت في التلاجة او كانت في الفريزر، طلعتها ما فكتش، رحت عاملاها في الميكرويف. تمام. دهنت ارضيه الصاجه. نرص بقى فيها. انا بعمل ليه كده؟ علشان ما اقعدش ادهن الرغيف رغيف رغيف من ظهر ومن وش، فدهنته من ارضيه الصاجه، وبحيث ان يبقى فيها برضك قدامكم اهيا، علشان لما اجي اقلبه يبقى ايه، كويس معايا.
ندهنه بقى وشه بالفرشة. احنا مش بنعبيه سمنة قوي يعني، احنا بندهن وشه وخلاص بالفرشة تكة كده عشان يبقى مقرمش وناشف، وهو الحواوشي ما يبقاش له تكته وله حرته الا وهو ناشف ويقرمش كده. انا بحبه كده صراحة، وهو اصلا الحواوشي ما يبقاش الا كده، يبقى احلى كده يعني. دي توابل، ده كزبرة، وده دي التوابل اللي انا عملتها بوريها لكم. كزبرة، على توابل طماطم، على كمون، على توابل الطماطم دي طعمها جميل قوي 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 قوي، لذيذة وطعمها مصايص كده للطماطم. على شعرة جنزبيل، حاجة بسيطة يعني، مش هتذكر يعني، حطاها كده موزعاها على التوابل دي. نسيت اقول لكم صحيح، انا حطيت فصين توم في اللحمة مع التوابل اللي كانت في الطبق. سوري بنسى كتير، معلش. تمام كده، انا اسفة جدا والله، معلش. دي التوابل بقى انا جهزتها عشان هعمل مع بعض باذنجان دلوقتي. الطماطم دي وطماطم ديت هنعملها، نشوف هنعملها ازاي. احنا خلاص حطينا الحواوشي في الفرن، تعالوا بقى نشوف الطماطم دي هنعمل فيها ايه. ولما نعجن الحواوشي عادي نسيب العجينة ترتاح شوية قبل ما نعبيه في العيش. تعالى نخرط الطماطم ونشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي، نتبلها مع بعضنا. اللي هم سنة اولى مطبخ، انا بتكلم مع سنة اولى مطبخ، واللي هم اساتذة مطبخ، شيفات مطبخ ما شاء الله عليهم، بارك الله فيهم. نتعلم مع بعضنا ونعلم بعضنا، انا اتعلم منهم، هم يقولوا لي على افكاري ايه، رايهم فيه ايه فيها يعني. وربنا يبارك لكل من يجبر بخاطره وينزل يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك في قناتي ويدعمني، اللهم امين يا رب العالمين. فعلوا الجرس يلا واعملوا لايك، عشان ارفعوا الفيديو، مش هتخسروا حاجه لما تعملوا لايك، عشان الفيديو يترفع وكل واحد يشوف افكار التاني، واللي عنده حاجه يصححها، لا اللي عنده راي يصححه للاخر. عفوا منكم حبايبي اصحابي. شايفين الطماطم السكر دي، سكر سكر بجد، الصغنطاطة قوي دي، الكيوت دي سكر سكر سكر، كيوت بجد، بكيوت فعلا. حتى حابة تقطعها معاكم. معلش انا بسكت عشان حاسه ان انا رغايه كتير وبرغي معاكم، وانا ما باجي كده على الكاميرا معاكم ببقى احب ان انا اتكلم معاكم كده، لان بجد يعني ايه، فرحانه ان ليا اصحاب جداد، وليا اصحاب يعني من كل بلاد ومن كل اماكن شكل. بارك الله فيكم وبتشكركم على دعمكم ليا، وربنا يبارك في قناتنا يا رب، وننجح يا رب بيكم، وننجح ونكبر مع بعضنا يا رب. يلا بقى هي برص عليها رش عليها توابلها. ايوه، رصة موفقة. يلا نرش بقى توابلها ونعبيها كلها الاول، نرصها رصة كويسة عشان التوابل تنزل اللي معانا اللي فوق تنزل على اللي تحت كده. قلنا ده كمون، على كزبرة، على صوص طماطم، على رشة جنزبيل، رشة بسيطة صغنططة. دلوقتي بنحط الرص الطماطم ونرص عليها اللي فوقها كده، كل ما نرص طبقة نحط عليها رشة. ودي الطماطم اللي تتاكل جنب الحواوشي. تعالوا بس نبص على الحواوشي بتاعنا،
نسيتيه ولا ايه يا هبه؟ اوكي تمام. هي دي بقى الطماطم بتاعتنا، وحطيت عليها بقى عود بقدونس. انا خرطت عود البقدونس ده وحطيت منه على الحواوشي، فروحت حاطه منه على الطماطم البندوره اهي. لما خرطت الخضره بوريها لكم تاني اهي. يلا نشوف الحواوشي بقى. يلا يا هبه قبل ما تنسيه. ما شاء الله الكوبليه المقطع بتاع الحواوشي اتقطع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.